منذ منتصف آذار الماضي دخلت بلادنا مرحلة تاريخية جديدة، إذ قرر الشعب السوري البدء بمسيرة الحرية والتحرر الديمقراطي وصولا إلى بناء الدولة المدنية الحديثة التي تقر بحقوق المواطنة الكاملة وبكل وضوح فشل الحلول الأمنية والقسرية، فشل الحلول الأمنية والقسرية، طالب القمع والاحتقار وقتل المتظاهرين الحجج والذين وانتهاء صلاحية تلك الأساليب والتي الاحتجاجات الشعبية بالتصاعد والتوسع وتأثير البلاد وعرضها جمعة بعد ويوما بعد آخر، وأثبت الشعب السوري بأن خروجه في التظاهرات هو التعبير الحقيقي عن تطلعه وتوجيهه إلى الحرية والديمقراطية ورغبته في الوصول إلى حياة حرة وكريمة، وهو اتجاه لا يمكن الرجوع عنه ولا يمكن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل منتصف آذار. أيها الأبطال، فالشعب يريد إنهاء المعاناة وهذا حقه طبيعي ولا يمكن الوقوف لوجهه، ومن ذلك والمطلوب هو الاستجابة لحقوقه المشروعة والتي يمكن تلخيصها في وقف العلم والقتل ضد التظاهر السلمي وإبعاد الجيش والقوى الأمنية لتعود إلى مهامها وسكناتها، وهكذا فإن إرادة غالبة الشعب السوري وقواه السياسية تتضمن في توحيد في خارطة الطريق للحل السياسي الذي يعمل تغييرا حقيقيا في بنية وهيكلة النظام السياسي وإنهاء حالة